شايق متزوج زوجته الثانيه بالسر ودار يتزوج الثالثه ذاته بالسر. انتو صاحبه كده فات له وقال له والله انا داير اتزوج بالسر، لازم تجي تكون معي شاهد. صاحبه قال له خلاص ما في اي مشكله، مشى يتزوج وصاحبه بقى له شاهد وسافر شهر العسل. طبعا المره الاولى والثانيه ما عارفين حنكون ماشي مغترب وجاي. بعد سافر وجا لزوجته الاولى ساق السوق اشتري لها هدايا عشان يراضيها. وفي السوق لقى صاحبه الشاهد ذاك وصاحبه ما عارف المعود زوجته الاولى. قام قال له هذه الرابعه لقيت عرس السر. كيف الشاقي؟ قال له دين هايماني ولا مشت له ولا اي حاجه. بعدين السر ده هم وانا ذاتي ما بعرفه. آدم جوا. قطع الشبكة من الحلة وشايق الرباطابي قرروا يتراسلوا بالحمامة الزايجة للزمان داك. شايقي مسك الحمامة قام ربط فوق الورقة ولفها وفن الحمامة قال لا امشي للرباطابي. الرباطابي استلم الحمامة فتح الورقة لقاها فاضية ما عندها أي حاجة. قال الشايقي ده مستهبل وشنو؟ قام طلع ورقة كتب للشايقي والله رسالتك دي فاضية أنا ما فهمت أي حاجة. ربطها في الحمامة وجدعها للشايقي. الشايقي استلم الحمامة كده وفتح الرسالة قراها. قام قال للرباطابي الرسالة لو فاضية ما معناتها ما عندي رصيد يا أصلي، رجع لي. آدم جوا.